الصبح لقيت امي بتصحيني بتقول لي يلا يا ماهر عشان تروح المدرسه. قمت وانا بفرك في عينيا وقلت لها يما النهارده الجمعه مدرسه ايه؟ لقيتها بترد عليا وتقول لي ايه اللي واخد عقلك يا ماهر؟ النهارده التلات يا حبيبي. تلات؟ ازاي يعني؟ ده امبارح كان خميس. امي قالت لي ان الفطار هيجهز لحد ما ادخل الحمام وسابتني مستغرب زي ما انا. ولما قمت لبست وفطرت ورحت مدرستي لقيت الكل متغير معايا في التعامل. الكل بيحاول يقرب مني ويصاحبني، حتى اللي كانوا بيتنمروا عليا. غسلت وشي في الحمام وبرفع راسي ابص للمرايه، لقيت انعكاسي في المرايه مبتسم وشفايفي اتحركت بصوت مختلف تماما وبيقول ازيك يا ماما. اتخضيت وبعدت، وانعكاسي في المرايه لسه واقف قدام الحوض زي ما هو. حاولت اتماسك وقلت بخوف انت مين؟ رد عليا سؤال غلط، انت اللي مين؟ انا داخل ابن ادم مفري اللي اتنبذ من عالم الجن بسببك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا جدع في قصة جديدة كالعادة. قصة النهاردة من كتابة المبدع محمد عباس، والقصة بتاعت النهاردة هتكون عبارة عن أجزاء، يا 4 أو 5 أجزاء. وأهلا بيك بداية الحكاية. زي اي بدايه روتينيه مضطر ان اقول اسمي وسني. عموما انا ماهر وعندي 16 سنه من اسوان، وبالتحديد من النوبه. انا هختصر وابدا احكي. من فتره كده كنت بدات اسمع البرنامج الاذاعي بتاع كلام معلمين بتاع الاستاذ احمد يونس، كده عارفينه. في البدايه كنت بخاف وانا بسمع القصص بتاعته، خصوصا بقى القصص الحقيقيه، وكنت ما بعرفش انام وبيجيلي ارق وبفضل افكر كتير في الحاجات اللي بسمعها، الجن والمقابر والمرايات وعمار المكان والعفاريت، الناس الملبوسه والقرين والسحر وحاجات كتير تانية. انا ما كنتش بقدر افوت حلقه واحده حتى من بتوع احمد يونس، واللي كان بيفوتني كنت بسمعه على اليوتيوب عادي. ده غير افلام الرعب اللي بقيت بتابعها اول باول. الافلام واحمد يونس بقوا متعه بالنسبه لي، مش خوف بقى. كنت بحس بنوع من النشوه كده. بس رغم كل ده كانش ليا اي تجارب تخوف او اي تجارب في حياتي عموما. بس كان نفسي اجرب حاجه زي باقي الناس. كانت الفكره دي بتلح عليا كتير جدا، بس طبعا كنت بتناساها وتابع الافلام والقصص الاذاعيه كالعاده، لحد ما جه وقت وما بقتش الحاجات دي تخوفني اصلا. اتعودت على كل حاجه وكان لازم التغيير. وطبعا جه في دماغي ان عايز احضر جن واتواصل معاهم، اقرا في كتب السحر، اروح المقابر بالليل، الحاجات اللي دايما كنت بسمع ان لو انت عملتها بيحصل لك حاجه او بيطلع لك جن، حاجات زي كده يعني. كنت عايز اعمل اي حاجه من دي، لكن ايه بالظبط معرفش. عايز اجرب وخلاص. والصدفه وقعتني في شخص ممكن يساعدني، اسمه نمسيس. ده كان اسم صفحته على الفيسبوك، اتعرفت عليه في جروب قصص الرعب، ومن كتر كلامنا مع بعض كان بدا يحكي لي عن تجاربه مع الجن والاسقاط النجمي وكده يعني. كنت بسأله دايما هل الحاجات دي اصلا حقيقية؟ قال ان هو بيتعامل مع الجن والخوارق اكتر ما بيتعامل مع الناس اصلا، بس صفحته غريبة ما تخليكش تعرف اي معلومات عنه. قال ان هو هيساعدني وادالي كتب الكترونية كتير، بس مش هقول اسمها. الكتاب مليان برسومات هندسية وكلام غريب كتير جدا ما فهمتوش، بس بدأت اقرا في الكتاب من على الفوق. كان في حاجات مفروض اقراها واكررها يجي 300 مرة في اليوم، وابتدى يحصل لي حاجات غريبة كتير. اولهم الاحلام. دايما كان بيجيلي في الحلم بنتين، واحدة كانت حلوة جدا ووشها منور، والتانية وحشة وملامحها بشعة، والاتنين كانوا بيتخانقوا عليا. معرفش ليه اصلا، بس كانوا عايزيني ودايما بيخيروني ما بينهم هما الاتنين. وعلى طول كنت بصحى مخضوض من الحلم ده، وعرقان ومغرق السرير وحلقي كله جاف وضغط منخفض كمان. لما كنت بنام كنت بعيش في عالم تاني، وفي الواقع لما بصحى كنت بنعزل في اوضتي بعيد عن اهلي وعن صحابي، قاعد على الفون بس. كنت بحكي لنمسيس عن كل حاجه بتحصل لي، وكان دايما بيقول لي اقرا عزايم معينه وارسم طلاسم على مرايه الحمام. وكنت دايما بحس يا اما بهوا ساقع يا اما بهوا سخن، وكان بيلفحني وانا بأدي الطقوس دي. وفي مره من المرات قابلني واحد صاحبي اسمه، انا همتنع عن ذكر اسمه، بس قال لي بوضوح بطل الحاجات اللي انت بتقراها دي. فانا رديت عليه وقلت له انت ايه اللي عرفك؟ قال لي انت بتشوش علينا واحنا بنقرا الورد كل يوم، وقلت اجي احذرك من اللي بتعمله ده. صاحبي ده كان بيتبع جماعه من المتصوفين وبيحضر حلقات ذكر، وهو شخص متدين ما شاء الله عليه، بس كان ماشي ورا شيخ مش مظبوط، لان اللي اعرفه يعني عن الصوفيين ملوش دعوه باللي بيعمله ده. وفي يوم بالليل لما جيت انام قريت العزيمه ونمت. ولما رحت في النوم قابلت البنتين، البنت الحلوه والبنت الوحشه. واللي عرفت وقتها ان البنت الحلوه دي كان اسمها مريم وهي مسلمه، والتانيه ام شكل وحش اللي بتاذيني وبتعذبني قالت ان هي كاثوليكيه واسمها كهرمانه. وعرفت بعدين ان دي طائفه من المسيحيين. يومها الاتنين قالوا له هناخدك للعالم بتاعنا. في الاول خفت بس وافقت. المكان نفسه كان يصعب وصف، كان خيالي زياده عن اللزوم. الاتنين اكلوني اكل شكله غريب جدا بس طعمه حلو قوي. كنت مبسوط بكل حاجه، بس اللي عكر صفو الميه هو التنافس اللي ما بينهم عليا.
الاتنين بيحبوني وكل واحده عايزاني ليها لوحدها، ولما خيروني ما بينهم اخترت مريم. فكهرمانه احتجت وغضبت عليا وضربتني وعذبتني، ومريم كانت بتحاول تحميني منها، بس لما كانت بتزعق كان شكلها الوحش ده بيبقى اوحش 100 مره، بتبقى اوحش 100 مره من الشكل اللي انا بشوفه عليها اصلا. بتبقى قصيره قوي شبه القرود وجسمها كله شعر، ايديها بتكون طويله ضعف جسمها، وليها قرنين صغيرين زي قرون العجول والجواميس، وعينيها مشوقه زي القطط. ومن هنا بدأ الحزاب الحقيقي معايا، بقيت بصحى من النوم الاقي نفسي في الشارع وجسمي كله متغطى بالتراب. لما رجعت البيت وخبطت على الباب، فتحت الباب وكانت مخضوضه، سالتني كنت فين وايه اللي مبهدلك كده، انت كويس؟ كنت مرعوب وما قدرتش احكي، وكان جسمي كله وجعني، ودخلت نمت. ولما صحيت حكيت لها كل حاجه، وامي لما سمعت مني الكلام ده خدتني من ايدي وودتني لشيخ في البلد اللي جنبنا. ولما وصلت عند الشيخ وامي حكيت له، حط ايده عليا وبدا يقرا عليا قران. كنت بسمعه بيهمس اوقات، واوقات تانية يرفع صوته عند اي ذكر لله او اي ايه قرانيه. كان مغمض عينيه وهو بيقرا، حسيت بايده بترتعش، وفجاه فتح عينيه وشهق مره واحده وسالني انت بتقرا يا ماهر؟ بتقرا ايه؟ قلت له انا بحب ادب الرعب. وسالني بقى وقال لي بما انك بقى بتقرا كتير يا ماهر، هل فتحت اي كتاب غريب؟ ما قدرتش اكدب عليه وحكيت له اني بقرا في كتاب كذا. سالني كنت بتشوف ايه؟ قلت له بنتين، واحده اسمها مريم واحده اسمها كهرمانه. فهو رد عليا وقال لي تعرف الجن العاشق يا ماهر؟ فانا رديت عليه بسرعه وقلت له اسمع عنه، بيجي عند البنات. وانا كنت مبسوط جدا اني بجاوب بسرعه لما هو يسال، وبين قدامه اني عارف كل حاجه. فلقيته رد عليا وقال لي الجن العاشق مش للستات والبنات بس يا ماهر، وبما انك فهمني فالجن العاشق ده بيبقى حاله شاذه جدا في عالم الجن، لان مثلا انت لا يمكن يعجبك شكل قرد، صح؟ اكيد لا، وده بسبب قوامه وشكله المقرف وشعره الغزير بالنسبه لك. هل الجن بقى بشكله ده من قرون لسواد بشكل بشع هيشوفك حلو؟ لا طبعا، دي حالة شاذة جدا وانحراف عن المسار، ومحدش يقدر ينحرف عن المسار بكل حرية غير الأمراء والملوك في عالم الجان لمكانتهم يعني. والأمير أو الأميرة بيكونوا حاسس بغرور ومستحقر كل اللي حواليه، فهو على أبو الدبان، فهو بيميل للاختلاف وبيعشق البشر. مش أي بشر، لأ، بيعشق البشر اللي بينحرفوا عن المسار وبعيدوا عن ربنا. وعلشان كده حصلت لك حالة تلبس من جنية اسمها مريم من قبيلة النفر، ودول من الجن اللي سمعوا القرآن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلبستك برضو جنية نصرانية بينها وبين مريم عداوة ومنافسة، وهي من قبيلة داغش، ودي متفرعة من بنو الأحمر. مريم بتحاول تبعدك عن المسار السيء ده بس ما كانتش عارفة ازاي، وكهرمانة عرفت تجرجر رجلك رغم كل حاجة. وفي اللحظة دي أنا خفت، والظاهر كده إن أنا ضعيف جدا من إن أنا استوعب ده كله. فقلت للشيخ أيوة يعني دخلوا جسمي ازاي وهيطلعوا منه ازاي؟ ده انا مرعوب. رد عليا وهو بيحاول يهديني دخلوا ازاي؟ دخلوا زي اي طفيل لما بيدخل جسم الانسان، اعتبر اللي انت فيه ده مرض ودواء عندي باذن الله. ومن بعدها بدات اروح عنده على جلسات، وبعد كده كنت بنازع في كل جلسه، كان جسمي عمال ينحف ووزني ينقص. والشيخ حذرني كتير وقال لي اوعى واحده تستميلك وتخليك تنام معاها. بس انا بالفعل نمت مع واحده منهم. الحمد لله تحسنت حالتي مع انتظامي في الجلسات مع الشيخ. وبعد الفتره دي بوقت قريب جدا كنت بغسل وشي قدام مرايه الحمام، لقيت ملامحي مختلفه بملامح قرد، وردي ده فيه شبه من كهرمانه. ومع مرور الوقت برضو كان بيحصل لي حاجات كتير. امي كانت بتقول اني بتكلم بكلام غير مفهوم وانا نايم، وصوتي بيتغير. بس الحمد لله مع زيارتي للشيخ كل حاجه اتحسنت، وتقريبا كده اتحسنت تماما، وما بقيتش بشوف ولا مريم ولا كهرمانه. وحتى نمسيس بدخل على الشات ما بيننا لقيته مستخدم فيسبوك، اما صفحته فاتقفلت او عمل لي بلوك، بس الاحتمال الاول اكيد لاني بحثت عنه بصفحه تانية مش موجود برضه. وفي الوقت ده كنت في اخر تانية اعدادي. مع اللي حصل لي ده خرجت منها بمجموع مش حلو خالص، رغم اني دايما بطلع من الاوائل. اتعرضت لضغط نفسي من الاهل غير اللي كان بيحصل لي، ومعرفش ليه ما قدروش ظروفي، خصوصا امي يعني اللي كانت بتاخدني للشيخ بنفسها. بس كل حاجه عدت، وبدات سنه دراسيه جديده، سنه ثالثه اعدادي. محدش يستقل بيا ويقول انت كنت عيل صغير، كلكم كنت شايفينها حاجه كبيره جدا. وثالثه اعدادي كان بمجموع في وقتها، وكنت انا ناوي اجتهد واجيب مجموع حلو، لكن لا تجري الرياح كما تشتهي السفن. في الفصل وبالتحديد في حصه الدراسات الاجتماعيه، وانا كنت مركز مع الاستاذ ومع الخريطه اللي بيرسمها على السبوره، فجاه حسيت بغثيان وعينيا كانت بترمش بسرعه لا اراديه، وسامع صوت طنين قوي جدا، وبقي عمال يترعش، وجسمي كله اتشنج وشد عليا، والدنيا ضلمت. واخر حاجه شفتها زمايلي والمدرس وهو بيجري عليا. ولما صحيت لقيت نفسي في المستشفى، وابويا وامي حواليا، وامي عماله تعيط. الدكتور وقتها قال لي ان انت عندك صرع، والدكتور قال ان ماهر مفيش اي حاجه تؤهله للصرع اصلا ولا حتى وراثيه. وكان في توجيهات خاصه لابويا وامي قالها الدكتور عشان يتعاملوا مع مرضي. بس انا وقتها طنشت لان كنت حاسس بغصه كده في حلقي وعايز اعيط من اللي انا فيه.
والممرضه اللي كانت بتديني العلاج كانها حاسه بيا، فهمتني ان ده مش هيوقفنا عن الدراسه، وان بس في تعليمات للمدرسين اللي هيتعاملوا معايا، زي معرفه المدرس بالادويه ورقم الدكتور المعالج، ومسموح ليا كمان ان اشارك في الرياضه. وحصل زي ما قال، ورحت المدرسه رغم خوف اهل عليا. في المدرسه كنت حاسس اني بخوف، والناس كلها كانت بتتجنبني لمجرد بس جهلهم بمرضي، وده كان زود همومي. مره وانا سهران في ليله الخميس كنت قاعد برسم على المكتب صوره لبنت، لان اتعودت ارسم ملامح الوشوش من على اليوتيوب، بعرف اظبط استداره الوش والعيون والدقن بالقلم رصاص. بس وانا برسم حسيت بغثيان وسمعت صوت طنين واغمى عليا، ولما فتحت عيني لقيت نفسي قدام بيت كبير، ومن بعيد شايف ناس اشكالهم غريبه بيتخانقوا مع بعضهم، وسمعت جمله من اللي هم بيقولوهم، وكانوا بيقولوا الواد ده لا يمكن نعترف بيه، ده مش من نسلنا، ده مهجن ولازم يموت، ده عار علي انا مالك ابن ابو سن ابن آل النفر الذي يدين لملوك الايام السبعه والذي يدينون بدورهم للملوك العلويه. وفجاه اختفوا وظهر قدام وش مريم، كانت منوره وجميله زي عادتها، وشايله بين ايديها لفه فيها طفل رضيع. قربت الصوره على الطفل وكان شكله بشري، بس عينيه بقت مشقوقه زي القطط فجاه واحمرت، ومريم بصت لي بصه ليها معنى، وفي دمعه نزلت على خدها، وعينيها بقت مشقوقه زي القطط واحمرت هي كمان. شهقت من الخضه، ابص حواليا لقيتني في اوضه وعلى سريري، لكن حاسس بألم في صدري، وهدومي غرقانه من العرق، وحلقي كان جاف وعطشان. وقمت علشان اشرب، اتكعبلت في حاجه وانا ماشي، كانت ورقه ببص فيها واترعبت من اللي شفته، صوره لوش مريم وفي دمعه من عينيها على خدها. رجعت اوضتي ومش فاهم ازاي كده، حطيت الصوره جنبي على التسريحه وفضلت باصص لها ومستغرب ومحني عليها وباصص للصوره، لكن انعكاس انا في المرايه شفت بطرف عيني واقف مستقيم. ابص في المرايه عينيا بقت مشقوقه زي القطط، بحرك ايدي قدام المرايه وعمال اشاور لي، مش مستوعب اللي انا شايفه ده. وفجاه لقيت شبيه اللي في المرايه بدا يخرج من المرايه، فقمت انا راجع لورا بسرعه وقعت بجسمي كله على الارض وبدات اتشنج. العشاء دلوقتي بتأذن، فلو انت ما بتصليش يا ريت تقوم تصلي، ويا ريت تحافظ على صلاتك. فانا دلوقتي هنوقف واطلع اروح اصلي واجي على طول. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. عدنا إليكم من جديد. أنا يتلبس شال طبعا محدش ينسى. أتمنى إن الكل يدعي لهم. هلا والله. واقفين فين بقى؟ نشرب شوية مية. إلا صلاتي ما أخليها. طبعا الدبان كأنه عامل شبه الطيارة اللي في 16. والله ما يعلم بالله ربنا والله. تمام. كمل بقى. الصبح لقيت امي بتصحيني بتقول لي يلا يا ماهر عشان تروح المدرسه. قمت وانا بفرك في عينيا وقلت لها يا اما النهارده الجمعه مدرسه ايه؟ لقيتها بترد عليا وتقول لي ايه اللي واخد عقلك يا ماهر؟ النهارده التلات يا حبيبي. تلات ازاي يعني؟ ده امبارح كان خميس. امي قالت لي ان الفطار هيجهز لحد ما ادخل الحمام، وسابتني مستغرب زي ما انا. ولما قمت لبست وفطرت ورحت مدرستي، لقيت الكل متغير معايا في التعامل، الكل بيحاول يقرب مني ويصاحبني، حتى اللي كانوا بيتنمروا عليا. غسلت وشي في الحمام وبرفع راسي ابص للمرايه، لقيت انعكاسي في المرايه مبتسم وشفايفي اتحركت بصوت مختلف تماما وبيقول ازيك يا ماما. اتخضيت وبعدت، وانعكاسي في المرايه لسه واقف قدام الحوض زي ما هو. حاولت اتماسك وقلت بخوف انت مين؟ رد عليا سؤال غلط، انت اللي مين؟ انا داخل ابن آل النفر اللي اتنبذ من عالم الجن بسببك. انت بتعمل ايه في جسمي؟ جسمك؟ قال الكلام ده بصوت يخوف اجش، وشعره وقف وعينيه اتشققت زي القطط وبقت حمرا. ايوه جسمي، وده العالم بتاعي الجديد. حسيت بجسمي بينمل. استمرت الامور لحد ما حكيت لاهلي اللي بدا يحصل لي اللي كان بيحصل لي السنه اللي فاتت، ده غير الصرع طبعا. فامي ودتني للشيخ اللي في البلد اللي جنبنا، ولما حكيت للشيخ عن اللي بيحصل لي فسالني بوضوح ماهر
السنة اللي فاتت هل مريم أو كهرمانة واحدة منهم خلتك تنام معاها؟ بصيت للأرض كده في حياة ورجعت بذاكرتي لورا فلاش باك. الشيخ حذرني وقال لي اوعى حد يستميلك وتخليك تنام معاها، بس أنا بالفعل نمت مع واحدة منهم. لقيت الشيخ بيفوقني من سرحان وبيقول لي سكوتك رد كافي يا ماهر، ده غير ده يبقى ابنك من مريم. قلت ابني ازاي؟ ده كل حاجة حصلت من سنة. بصلي وقال لي السنة في عالم الجن يا ماهر ب 16 سنة من عندنا، يعني ابنك دلوقتي من سنك. ونظرا لان هو هجين، مريم خلفته من مخلوق ابن طين اتنبذ وبعدوه من القبيله، واكيد مريم اتعرضت لعقاب شديد جدا واتحبست كمان. فدلوقتي داغر بيحاول ياخد حقه منك ويعيش في جسمك وتبقى انت على الهامش ملكش اي وجود. لساك يا ماهر ضعيف الايمان وما بتصليش ولا بتقول اذكار عشان تحصن نفسك. عينيا دمعت بندم ورفعت رقبتي لا اراديا وقلت بصوت عالي غريب: وهل الصلاة والأذكار تحمي مني؟ أنا نصف بشري مش من الجن كامل، علشان تنزل الملائكة تخطفني لو قربت مني. أنا ليا وجود مادي في عالمكم. فرد الشيخ عليه: إذا كان ليك وجود مادي اخرج، انت مش محتاج جسم ماهر. رد عليه داغر: لا، لازم ناخد مكانه زي ما تسبب في اللي أنا فيه دلوقتي. فرد عليه الشيخ: اخرج من جسمه وهاخد عليك عهد بعدم إيذائه مرة تانية وإلا هأذيك. تبسمت وبص للشيخ بسخرية. فقال الشيخ: بحق سليمان وبحق العهود السليمانية وبحق رب سليمان اترك هذا الجسد. اتعصبت وحسيت عروقي كده طلعت مني وبتتحرك. فالشيخ رد عليه وقال: اخرج يا داغر. فرد عليه داغر: مش خارج. فبدأ الشيخ يتكلم ويقول: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. صرخت وانا حاسس بكل حاجة بتتهز والنار بتعلى قدام الشيخ. فالشيخ كمل قرايه وقال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. صرخت بكل ما أوتيت من قوة وحسيت بحرق في جسمي. فداغر رد على الشيخ وقال له: قلت لك مش هتأثر معايا الحاجات دي، أنا مختلف عنها. فرد على الشيخ وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتشنكت ودخلت في حالة صرع واترميت على جنبي وفضلت أتقيأ أشياء لونها أسود واغمى عليا. فضلت أروح للشيخ كل يوم بدون انقطاع وهو بيعالجني، لحتى نوبات الصرع بطلت. والشيخ قال ان سببها ما كانش مرضي، بل الصرع ده كان رد فعل من جسمك محاولة منه انه يتخلص من داخل. حتى الدكتور المعالج استغرب ان انا ازاي خفيت وما كانش مصدق بتاتا، لكن كنت فعلا بقيت احسن رغم كل اللي حصل لي. الا ان في اخر شهر قبل الامتحانات ما بطلتش مذاكره، كنت بجهد نفسي وبطبق بالايام وخايف ان اللي حصل ده يتكرر معايا تاني، وحاسس اني هجيب مجموع وحش ويمكن اسقط كمان. والامتحانات خلصت وجبت 278 من 280 وكنت الاول على المدرسة. وبعد أيام كان يوم سبت، يوم 6/6 لما عرفت النتيجة. فضلت فرحان حتى لما جيت أنام. بصيت للسقف وشفت شقوق جديدة في السقف، مش عارف بيتهيألي ولا لأ، لكن الشقوق دي كانت بتكون اسم داغر. عينيا الشمال كانت بتغمض تلقائي بدون أي إرادة مني، وبتقلب وبحاول أقوم علشان ما نمش. ولما قمت قعدت على السرير بصيت للمراية ولقيت على المراية عبارة: هرجع لك تاني يا ماهر.